فلقيت كابتن طارق العشري حصل لي كده اجهاد في الخلفيه، فحصل مشكله تاني يوم، فنازل واقف مع اللعيبه. فالدكتور قلت له طب انا مش هقدر اجري، انا خايف احسن اتمزق. فقال لي طب اصبر اقول لي كابتن طارق العشري. فقال لي كابتن طارق العشري معتز مش قادر عنده خلفيه. جه يا معلم بقى راح قال كلمه كده، انا ساعتها كنت عايز الارض كده تبلعني وتقول لا انا جاهز مفيش حاجه. مم. قال لي يا عم معتز، مال مين اللي هيخبط في الدوري ومين اللي هيلعب معايا؟ مم. هو قال لي الكلمه دي وانا تحس رجلي ما فيهاش اي حاجه. قلت له يا كابتن طارق براحتك، انا بص انا جاهز. فخدت فتره كده اتعالج فيها اسبوعين، بعد كده ربنا كرمنا ورجعنا. كان عندنا ماتش بتروجيت، مم. كنت انا وطاهر ومهاب في السكور مم. واسلام مسعود. كابتن طارق العشري يعني جريء، ما بيهبش بقى مين صغير كبير، دي لو اللي حقيقة. بيديله هيلعب. مم. ربنا كرمني وكان اول نزول ليا كان في الدقيقه 65 الشوط التاني. مم. نزلت وطاهر جاب جون عالمي. مم. كان الاسيست ده مني انا الحمد لله، مم. اللي هو عدى جري 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 وبالشمال راح جابها في السوكه. مم. فدي كانت بدايتي مع كابتن طارق، كان وشنا اللي هي التفاؤل، يعني مم. حاجه كويسه اللاعب صغير ينزلوا ونكسب، وكان قاعدين كتير ما بنكسبش خالص. فربنا كرمنا وكسبنا وابتدينا بقى نخش في يعني كمعتز اخش في السكور باستمرار. اه العب ماتش وممكن ما العبش التاني، كان وقت بقى اللي هي دلوقتي مش وقت انت تلعب، وقت اهم حاجه الفرقه تطلع من اللي هي فيه.